السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مقاطعة ويسكنسن الأمريكية سنة 1957 اتقدم بلاغ لشرطة الولاية عن اختفاء سيدة صاحبة متجر اسمها برنيس وردة، وبوصول الشرطة للمتجر بتاعها اكتشفوا إن في بقع دم وآثار لطلقات نارية، وبالتحقيق مع الشهود اللي كانوا معاها قبل ما تختفي كلهم أجمعوا وقالوا إن آخر شخص شافوه طالع من المتجر هو آد جين. وعلى طول اتوجهوا رجال الشرطة بقيادة أرثر شيلي مأمور الولاية لمزرعة آد جين اللي كان وارثها عن أمه. ولما دخلوا المزرعة حتى قبل ما يدخلوا البيت شموا ريحة غريبة بتسيطر على المكان، وكانت الكهرباء مقطوعة عن المزرعة كلها. دخل المأمور عند باب البيت وفضل يخبط على الباب، بس كان واضح إن مفيش حد في البيت، وده اللي خلى رجال الشرطة يكسروا باب البيت. وهنا الريحة زادت بشكل فظيع كأنها ريحة الحيوان ميت. دخل المأمور جوه البيت وشغل الكشاف بتاعه، وأول مكان راح عليه كان المطبخ، لأنه افتكر إن في لحمة فاسدة هي مصدر الريحة دي. وجوه المطبخ شاف حاجة متعلقة في السقف، ولما وجه كشافه ناحيتها اكتشف إن هي عبارة عن كتلة لحمة مسلوخة. المأمور أرثر شيلي كان فاكر إن دي عبارة عن غزالة مسلوخة أو حتة لحم متعلقة ومسلوخة واتنست، بس لما قرب منها اتفاجئ بإنها جثة بشرية لواحدة ست، راسها مقطوعة وجلدها مسلوخ وأعضائها التناسلية كلها متشالة. وهنا بدأ كل اللي موجودين يجيلهم حالة من الإغماء والعشوائية من منظر الجثة، وبدأوا يدوروا في كل مكان في البيت علشان يوصلوا لهوية الست اللي مقتولة دي. وفعلا كان في صندوق في البيت موجود جواه راس مقطوعة، وعرفوا إن الجثة اللي متعلقة دي هي جثة الست صاحبة المتجر برنيس وردن. القصة ما خلصتش هنا، فأثناء لما كانوا بيدوروا في البيت لقوا تلاجة مليانة أحشاء بشرية، ولقيوا كمان 10 جماجم بشرية، والجماجم كانت مكسور منها الجزء العلوي وكانوا معمولين على هيئة أطباق للأكل. ولقوا كمان 9 أقنعة مصنوعة من جلود بشرية مسلوخة، وبلطو طويل مصنوع من جلد بشري بالكامل. ولقوا كمان كرسي وستاير مصنوع أغلبها من جلود البشر. ولقوا صندوق خشب موجود جواه 9 أعضاء تناسلية لسيدات متعلقين بخيط على شكل سلسلة. فيا ترى مين هو الشخص اللي يقدر يعمل ده كله؟ وهل كان إنسان طبيعي؟ فتعالوا نعرف مين هو آد جين. آد جين مواليد سنة 1906 لأب مدمن كحول وعاطل اسمه جورج جين، وأمه كانت هي اللي مسيطرة على البيت، وكانت ست متطرفة جدا اسمها أغسطا. وكان في أخ كبير لآد جين اسمه هنري. الأم زي ما قلنا كانت مسيطرة على البيت، وكانت كمان مختلة عقليا، غير إنها متطرفة جدا في أمور الدين ودايما بتميل للعنف مع أولادها. وكانت بتمنع أولادها دايما يتعاملوا مع أي شخص من القرية، لأن في نظرها كل ستات العالم وسيلة وأداة إغواء بتودي للنار. بس كان هنري الأخ الكبير شايف إن أمه كلامها غلط، وكان دايما بيعمل عكس كلام أمه. أما آد جين فكان كلام أمه بالنسبة له زي الوحي، وكان دايما منطوي، وكل لما كان يشوف واحدة ست بيفتكر كلام أمه. حتى المدرسين في مدرسته قدموا تقرير لمدير المدرسة بأن آد جين قدراته العقلية محدودة وعقله متأخر بالرغم من أنه بارع في القراءة. وفي سنة 1940 اتوفى الأب جورج جين، وده خلى الولدين يشتغلوا علشان يساعدوا أمهم، وكانوا بيشتغلوا في المزرعة بتاعتهم هما الاتنين، وطبعا كان بدون أجر ولا حتى كلمة طيبة من الأم. بس هنري الأخ الكبير كان بيشتغل بعد شغل المزرعة علشان يجيب فلوس، لكن آد جين ما كانش بيقدر إنه يشتغل بره لأنه كان مش واخد على الناس. وفي يوم من الأيام رجع هنري من الشغل واتخانق مع أمه، وقال لها إن هي السبب في إن آد جين مش عارف يتعامل مع الناس. وبدأ الاتنين صوتهم يعلى على بعض في وجود آد جين، اللي كان مستغرب من جرأة أخوه هنري في الرد على أمه. ومن هنا بدأ آد جين يكره أخوه هنري، لأنه كان شايف إن أمه بالنسبة ليه شيء مقدس ما ينفعش حتى تراجعها في كلامها. وفي سنة 1944 اتوفى الأخ الكبير هنري في حادثة، وبنسبة 99.9% آد جين هو اللي مدبرها له. وتفاصيل الحادثة إن في حريق نشب في المزرعة، وكان موجود هنري وآد جين وطفوا الحريق. بعدها رجع آد جين لوحده، ولما أمه سألته عن هنري أخوه فضل واقف ساكت فترة، ولما عادت عليه نفس السؤال قال لها إنه وقع في الحريق. وطبعا أغسطا بلغت الشرطة، ولما وصلوا رجال الشرطة دلوهم آد جين على المكان اللي موجودة فيه الجثة. بس الغريب إن الجثة ما كانتش موجودة في مكان الحريق، كانت موجودة أبعد من مكان الحريق بشوية. والأكتر من كده لما فحصوا الجثة لقوها واخدة ضربة على راسها من ورا، وهي دي اللي قتلته. لكن رجال الشرطة ما فكروش أبدا إنه يكون أخوه هو اللي عامل فيه كده،
وحطوا احتمال إنه يكون اتخنق من الدخان وبعدها مشي شوية ووقع، واتقفلت القضية إنها موت في حادث عادي. ومرت الأيام لحد ما جت سنة 1945، السنة اللي توفت فيها أغسطا والدة أدجين. وطبعا بموتها كانت الصدمة الكبيرة في حياة أدجين، الصدمة اللي هتخلي كل حياته تتقلب أكتر ما هي مقلوبة. وده لسببين. السبب الأول إن أدجين كان بيتعامل مع أمه على إنها إله مش بشر، والسبب التاني إن أمه كانت آخر فرد موجود في حياة أدجين، وبعد وفاة أبوه وأخوه وأمه أصبح لوحده. بعد وفاة أمه أصبح أدجين أكتر عزلة وكآبة، لدرجة إنه قفل كل منافذ النور والأبواب اللي كانت جوه البيت، وابتدى يعزل نفسه في أوضة أمه، وهي الأوضة الوحيدة اللي كان بابها مفتوح على المزرعة من بره. ابتدى أدجين يغرق في قراية الكتب والجرايد، وكان دايما بيحب يقرأ أخبار الجرايم وكتب القتل والتعذيب. ومن أكتر الكتب اللي عجبته وعاد قرايتها أكتر من مرة كتاب اسمه طرق التعذيب النازية، والكتاب التاني كان كتاب اسمه علم التشريح. الكتاب ده عن أصول تشريح الجثث وخياطة الجروح من الألف للياء، وتعمق أدجين في قرايته لحد ما حفظه صم. وبعد القراية كان فاضل بس إن هو يطبق الكلام اللي موجود في الكتاب على الحقيقة. وفي يوم من الأيام كان قاعد بيقرأ الجريدة وشاف خبر في صفحة الوفيات إن واحدة من أهل القرية اللي هو ساكن فيها اتوفت. راح وحضر الجنازة وحضر الدفن، وفضل مستني لحد ما الكل مشي. ولما جه الليل بدأ أدجين يحفر القبر وخرج الجثة اللي كانت لسه مدفونة وأخدها مع البيت، وبدأ يطبق عليها كل اللي هو اتعلمه من القراية. والوضع ده عجبه جدا وبدأ يكرر الموضوع أكتر من مرة، ولكنه كان بيزود حاجة كده على التشريح بإنه كان بيصلغ جلد الجثث، وبدأ يصنع منه أقنعة وأساس للبيت، وكان بيستخدم الجماجم كأطباق بياكل فيها. لحد ما في يوم قرر إنه لازم يقف عن حكاية نبش القبور دي، وإنه لازم يقتل بإيده. وفعلا في سنة 1947 كانت أول ضحية حية لأدجين، بنت عمرها 8 سنين اسمها جورجيا ووكلر. كانت راجعة من مدرستها وفي طريقها للبيت، فخطفها أدجين وأخدها معاه البيت وقتلها، واستخدم جلدها بعد سلخه في أساس البيت. وفي سنة 1952 اتنين أصحاب اسمهم فيكتور ترافيس وراي بيرجينس كانوا طالعين يصطادوا، فخرج عليهم أدجين وقتلهم بوحشية واختفوا بعدها. وطبعا حصل فيهم نفس اللي حصل للطفلة. وفي عام 1953 اختفت جالسة الأطفال إيفلين هاردلي من البيت اللي هي كانت بتشتغل فيه. لكن الغريب في قتل إيفلين هاردلي إن أدجين دخل عليها البيت اللي هي شغالة فيه وقتلها قدام الأطفال اللي هي بتشتغل جليسة عندهم. والأطفال أول لما شافوا كده جريوا بسرعة طبعا واستخبوا. وسنة 1954 اختفت ماري من مكان شغلها، وكان في المكان آثار لإطلاق نار. الشيء المشترك في كل حالات القتل دي إن الشرطة بعد كل جريمة بتعمل فريق بحث لكن مش بيوصلوا لحاجة، وفضل الحال على كده لحد ما جت سنة 1957. في السنة دي قام أدجين بقتل السيدة برنيس ووردون اللي كانت قصتها في أول الفيديو، واللي تسببت في كشف السفاح أدجين. تم القبض على أدجين، وفي أقواله قال إن هو قتل برنيس ووردون بس، لكن بعد شوية ومن نفسه بدأ يعترف بجرايمه التانية، وده اللي رجال الشرطة على أماكن الجثث الموجودة في المزرعة. اتقدم أدجين للمحاكمة، لكن القاضي قرر إن هو غير مؤهل للمحاكمة وتم إرساله لمصحة نفسية فضل عايش فيها لحد ما مات سنة 1984. وطبعا بالنسبة للسينما كانت حياة أدجين أرض خصبة للشغل عليها، فاتعمل منها حوالي 5 أفلام تقدروا تشوفوهم، وهسيب لكم قايمة بيهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتضغط على علامة الاشتراك عشان نستمر. سلام.